وصفتنا اليوم 100% تونسية، وصفة تقليدية اسمها لورتة. كانوا يعملوها قبل بنينة على الاخر وما تتكلفش برشا، ما يغركمش منظر الفاكهة. اول حاجة باش نحضروا الرغيدة، مش باش نحضروا كريمة، حطيت ملح وفرينة وسكر وطيبتهم على النار حتى لين يثقالوا كيف هكا. ومن بعد زدت عليهم 3 اصفر عظام و5 مغارف عطرشية من نوع الباهرة، لازمها تكون فاوحة باش ما تحسوش بالزفرة متاع العظام. وخلطتهم هكاك حكاية دقيقتين فوق النار حتى لين شدوا بعضهم، وحطيتهم في صحفة وغطيتهم بساشي اليمونتير. ومن بعد باش نتعدى نطيب الشحور، حطيت الماء والسكر، تلقاو المقادير الكل تحت الفيديو. وزدت في الاخر القارص والعطرشيه، وشوفوا قوام الشحور كيفاش لازم يكون. من بعد جبت الملسوقه باكوات نتاعي باش نعمل 5 طبقات ملسوقه من اللوطه، ندهنهم بالزبده ذيك، نحيت لها الحليب. ومن بعد في طبقتين الاخرين باش نرش فاكهه، تنجموا تستغنيو عليها ليتاب هذه. من بعديك شخشختهم الكل بالزبده، وباش نحط الكريمه نتاعي راهي شوفوا كيفاش قوامها يكون ثقيل شويه. حليتها بالسياسه ورشيتها فوقها فستق. ومن بعديك باش نكمل بنفس الطريقه، نحط كعبات الملسوقه الكل ونشخشخهم بالزبده هما والحراف نتاعهم. ومن بعديك باش ندخلها تطيب في الفور على 180 درجه، وديما نتفقدوها باش ما تتحرقش. دوب ما خرجت من الفور وهي سخونه باش نسقيها بالشحور بعد ما برد. نسقيها بالشحور بالكدا. ومن بعديك باش نزينها، تنجموا تزينوا على كيفكم، تنجموا تخليوها كيما هي. نحب نشكر برشا مولات الوصفه اللي هي شيف سوما، عرفتنا على تفاصيل لورته الزمنيه، خذيتها الوصفه من عندها في قناتها على يوتيوب.